مكان في مصر هتاكل فيه سمك فريش، وطبعا سمك رخيص وسمك بحر، وزي ما انت شايف كل انواع السمك اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش. اول خطوه عملناها اخترنا تشكيله الاسماك المفضله بالنسبه لنا. الذهب اللي بيلمع. بص الصدفايه دي اللي بتتعمل في ايه يا جماعه بقى؟ السمك الفيليه اللي انتوا بتشوفوه في اي حته هو ده. وبعد كده دخلنا على المطبخ على طول، وكان معانا الشيف يوسف اللي هندل لنا الدنيا، فتح لنا الجمبري بتاعنا باتر فلاي، قطع لنا الصبيط، نظف الاسماك اللي معانا، فتح لنا السمك اللي معانا سنجاري، وروق علينا ترويق عالي. وبعد كده دخلنا كل حاجه على النار، ودي النتيجه بعد ما كل حاجه استوت. حاجه بسم الله ما شاء الله، فريش الفريش، مش هتشوفها في المطاعم اللي بتقدم اسماك بره، لان الحاجات دي كلها جايه من البحر عليك على طول. وبعد كده الشيف محمود لف لنا كل حاجه زي ما انتم شايفين في ورق الومنيوم علشان الحاجه تفضل سخنه، وخدناها وطلعنا بيها على قناه السويس، وقعدنا بالتحديد في كافيه اسمه جوليا. كافيه جوليا يا جماعه الفيو بتاعه اكثر من رائع، زي ما انتم شايفين السفن بتعدي من وراك، البحر وراك، خط بارليف وراك، وكل حاجه قدامك. وبدانا نطلع كل حاجه زي ما انتم شايفين واحده واحده علشان نبدا نفرش الترابيزات بتاعتنا الجميله، ونقعد بقى نتستر على الجريمه اللي قدامنا دي. واشوفكم في اخر الفيديو. خد يابا، انا عاوز كله يدلع نفسه. بص يا بولا، شايف الجمال يا بولا؟ بص يا بولا كده، بولا جمبريه عامله ازاي؟ تحس ان هي ولا جوسي ولا جافه. ايه يابا، ايه الدنيا؟ ها؟ انت وشك احمر.